بودكاست كلام في الكورة برعاية شركة كينال ديفلوبمنت وشركة الأمير فون. انت عايز تقول لي ان الدوري اللي فات كان يستحقه الاهلي؟ انا كنت بلعب فيرود وهو اللي رجعني المساك. والله كنت بلعب فيرود بالنشيب. الحكام بتخاف من لعيبه الاهلي اكتر من لعيبه الزمالك. طب انت في الزمالك كنت بتشوف برضو حته في مجاملات للتحكيم للنادي الاهلي كتير كتير. لا زيزو اقل وينج هجوم في الاهلي، اقل واحد. تخيل، معقول؟ او اقسم بالله اقل واحد. يعني تريزيجيه احسن منه، حسين الشحات احسن منه، طاهر احسن منه، عبد القادر نفسه احسن منه. يعني انت كابتن حسام حسن لو وصل بالمجموعه اللعيبه اللي معاه لقبل النهائي ده عمل انجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقه جديده وبرنامجكم كلام في الكوره، والنهارده يعني معانا نجم كبير جدا انا شخصيا بعتز بيه، اخويا وصديقي طبعا، النجم المتميز، نجم النادي المصري طبعا ونجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، كابتن عمرو الصفتي. بنرحب بيك في برنامج بودكاست كلام في الكوره. حبيبي وجيه والله. الواحد مبسوط اللي هو طلع حاجه منصه تبع لبورسعيد. يعني بقالي زمان ما طلعتش. خلي بالك ده اول مره اطلع في منصه لبورسعيد. لا وانت نجم اخبار النادي المصري. لا وبعدين انت بصراحه عمرو يعني نجم كبير، وتزودنا كلنا وتزود البرنامج طبعا. حبيبي ده شرف ليا والله العظيم. حبيبي والكوادر يا جماعه اللي هي اولاد النادي دول، حتى لو هو انتقل لنادي تاني ده على سبيل الاحتراف موجوده في كره القدم، ولكن احنا دايما بنعتز باي لعيب طلع من ناشئين النادي المصري، لان احنا ما بنشوفش الكلام ده في الفتره الاخيره. ما بنشوفش ناشئين من النادي المصري. لما طلع عمرو الصفتي وكريم ذكري وكان قبلها احمد يوسف ومحمد يوسف، والجيل ده كله كان ما شاء الله جيل جامد جدا، ومحمد بسيوني بعد كده. وبكلمكم على اولاد النادي والكابتن عمرو الدسوقي يعني والكابتن ابراهيم المصري. يعني الناس دي احنا عايزين نشوف اولاد النادي بيطلعوا ويبقوا نجوم ويشرفونا في الملاعب سواء الاوروبيه او الملاعب المصريه. ولكن احنا دايما كبورسعيديه بنعتز باللاعب اللي احنا نكون عايزين اللاعب يكون معانا في النادي المصري، في النادي المصري يكون متواجد بشكل دائم. وده طبعا لان في بورسعيد كلها بتشجع النادي المصري، لكن الكوره دايما بنقول هي احتراف. فبنلاقي كمان اللاعب اللي هو كان بيلعب في النادي المصري راح زمالك او راح اهلي او ايا كان، بتلاقي دايما بيعتز بناديه اللي هو النادي المصري. يعني عمرو اولا يعني قول لنا بقى بدايتك، لان احنا زي ما احنا بنقول كده بنشوف يعني في يعني ندره في ناشئين النادي المصري دلوقتي. ما بنشوفش الفريق الاول 99% منه كله ما عدا باستثناء كريم العراقي وحسن علي. طبعا حسن علي برضو من دمياط ولكن هو من ناشئين النادي المصري. بنشوف كريم العراقي وحسن علي. انتوا كان ما شاء الله عندكم الجيل، كنت انت وكان كريم ومحمد ذكري وكلكم. احنا هنقول الاسباب يعني تقلقش. واحده كده. اولا يعني الجمهور المصري حابب يعرف وجمهورنا طبعا عامه يعرف بدايه عمرو الصفتي. انا بورسعيدي، مولود في بورسعيد. ابويا بورسعيدي وجدي بورسعيدي. ابويا كان مواليد 48، حضر كل الحروب اللي حصلت في بورسعيد يعني من اولها لاخرها ما شاء الله. زرع فينا الانتماء للبلد. يعني انت لو تلاحظ ان انا ساكن في بورسعيد، يعني في ناس لما بورسعيديه ممكن يروحوا يشوفوا القاهره ويشوفوا المجال اللي هناك. لا احنا نقعد في القاهره. لا انا بحب بورسعيد. يعني انا منتمي لبورسعيد، بحب النادي المصري لان بورسعيد هي النادي المصري عامه. فمنتمين لبورسعيد عامه. احنا العيله بنحب بورسعيد من صغير. طبعا كان اعلى حاجه للاعب الكوره في بورسعيد اللي هو يروح النادي المصري. انا بدات رحت للنادي المصري على طول وانا عندي 12 سنه. لعبت شويه العاب قبليها، يعني الناس ممكن تضحك. هوكي، لاني لعبت هوكي، لعبت طاير. بحب الحاجات. خلي انا بحب السله جدا لغايه دلوقتي. يعني لو تسالني في السله انا اموت في السله. يعني هي والقدم عندي الاثنين بالظبط. فبدات في النادي المصري. رحت اختبارات النادي المصري وانا عندي 12 سنه، سنه 94. كان الكابتن حماده الزغبي اول ما شافني كده في الاختبارات، عشان كل واحد ياخد حقه بقى طبعا. عشان احنا كان عندنا في المصري قطاع. يعني انت لو اقول لك الاسامي اللي كانت موجوده فيه في الفتره اللي احنا طلعنا فيها، انت هتعرف ليه ما بيطلعش الوقت اللعيبه للنادي المصري. بالظبط. كان عندنا كلهم اسامي كبيره. كل قطاع الناشئين اللي ماسكين قطاع الناشئين كان في النادي المصري لما انا دخلت اسامي كبيره. الكابتن عبود الخضري، الكابتن علي المصري، الكابتن اشرف عبد الله، الكابتن هشام حمزه، الكابتن علي السعيدي، الكابتن علي الشحات. نجوم طبعا كلهم كانوا نجوم كانوا موجودين. طبعا كان عندنا الكشاف المواهب كان الكابتن حسام غويبه على ما اعتقد برضو معاك. والكابتن حسام غويبه طبعا نسيت.
كان كشاف المواهب كابتن جابر موسى. ما شاء الله. اه ده ده كان جامد جدا. مكتشف النجوم. يعني مكتشف ابراهيم المصري هو كان كابتن جابر موسى. يعني فاحنا بدأنا اللي كانوا ماسكيننا كانوا ناس جامده، فطبيعي اللي هيطلعوا ناس بالظبط طبيعي. غير الوقت بقى، دلوقتي لا الدنيا ما بقتش زي الاول، لا خالص. شايف ان الموهبه التدريبيه كمان قلت. الاسامي انت الميزه اللي في النادي الاهلي، اللي النادي الاهلي دي انا بعتبرها ميزه فيه النادي الاهلي لاولاده. عارف يعني ايه لاولاده؟ يعني شوف قطاع الناشئين بتاع الاهلي هتلاقي مين اللي لعبوا فيه. وليد سليمان هتلاقيه، كان شوقي هتلاقيه، كله هتلاقيه طالع من النادي الاهلي طبعا. دي حاجه كويسه في النادي الاهلي، انا بعتبرها ميزه. المفروض الانديه تحتذى بيها، يعني مش هناخد الحاجه الوحشه منهم ونقول هو لا، هم مميزين في دي بصراحه لاولاده في فانا طلعنا في الناس عرفت تسكننا كويس. ان مسكنا بعد الكابتن حماد الزغبي الكابتن محمد عبد النعيم، كان مطلع بعديها كابتن كان مطلع بعديها كريم ذكري. هو نفس يعني كريم بعديها ب3 سنين. كان انا قبليه انا 82، كريم كان 85 بالظبط. فالكابتن عبد النعيم بصراحه انا كنت بلعب فيرود، هو اللي رجعني المساك. والله كنت بلعب فيرود بالنشيب برضو يعني. انا بنشوف دي برضو كان الكابتن طلعت منصور معاك كان حارس مرمى ولعب كان مساك برضو، لعب فيرود او كان فيرود ولعب مساك وراح منتخب مصر هو فيرود وهو مساك. يعني انت بدات اصلا مهاجم. انا راجل مهاجم. تجيني الكوره في دماغي دي هتلاقيها في الجون، بس كابتن عبد النعيم قال لي تعالى العب مساك. كابتن محمد عبد النعيم بالظبط. كابتن طبعا محمد قعد معانا فتره كبيره كابتن عبد النعيم، فعشان كده احنا كنا مرتبطين بيه واحنا صغيرين. وهو شاطر جدا. يعني طلع كريم ذكري بعدين، يعني شاطر. كان محمد زيدان معاكم برضه. محمد زيدان كان معانا في 81 انا لحقته. محمد حبيبي برضه لحقناه. ولحقت طبعا عمرو الدسوقي عمرو الدسوقي كان اكبر مني بسنتين. ما انا اقول هنتدرج في كان المصري مميز بالمساكين. في الفتره اللي احنا طلعنا فيه كان المصري كان الكابتن علاء مرسي كان طلع وراه الكابتن اشرف عبد الله، الكابتن هشام حمزه، الكابتن عمر الله يرحمه، عمرو الدسوقي انا وراه، كريم ذكري، اسلام صلاح. كان المصري الناشئين بيطلع مساكين، يعني بيفرز مساكين ممكن بيجيبوا له فلوس بعد كده. يعني اسلام صلاح لعيب كبير جدا طبعا. يعني مساك كان مساك كبير. اتظلم برضو في فتره في الفترات اللي هو مشي من النادي المصري، وما كانش يمشي من النادي المصري بصراحه. لا احنا كنا هو لعيب جامد واتصاب في النادي المصري كمان يعني. بامانه اسلام لعيب راجل يعني بامانه. ولاعب ده لاعب ماتش الاهلي وهو عنده رباط صليب. يعني دلوقتي كان المفروض يتقدر احسن من كده بصراحه. دلوقتي برضه في نادي محترم اللي هو دايروت نادي من الانديه المحترمه. هو لا كان المفروض يتقدر في مصر اكتر من كده كاسلام صلاح بصراحه. يعني شخصيه جميله كمان. ان شاء الله يكون له دور بعد ما يبطل يعني ويكون موجود في بيته يعني. فاكتشف الكابتن محمد عبد النعيم قال لك لا تعالى مساك. فبدانا بقى خلاص يعني مساك واطلع في كورونا احط جوان. كنت ببقى الهداف كمان الفرقه. في الناشئين. لغايه لما قالوا لنا تعالوا هنكون منتخب بورسعيد يلا، عشان في منتخب مصر كابتن ابراهيم يوسف ماسكه هيجي يتفرج على منتخب بورسعيد بيلعب بقى منتخب دمياط على اللي هي الناحيه القناه ودمياط. كنا رحنا لعبناها في دمياط. كنت بلعب باك رايت. بص انا هقول لك على شويه هقول لك على شويه حاجات تبقى في التشكيل الاساسي. ايوه كنت بلعب باك رايت. المهم بقى اخدت ساعتها برضه هداف البطوله. كنت في دماغي تك اقوم حاطط كنا بنحط في السويس بقى واسماعيليه بعد كده عمل المنتخب بقينا منتخب القناه بالظبط. خلاص بقى هنروح نلعب القاهره، هنلعب شباب الصعيد، جنوب الصعيد يعني القناه كله كان منتخب واحد. كل منطقه منتخب. هي كان كده عشان يشوف كل الناس. ما هو بالظبط. كان ساعتها منهم بقى منتخب مصر. ايوه منهم كان ساعتها النظام كده على طول. لا بالتليفون. محسوبيه لا بالتليفون. بس احنا ده بدأنا. بعد كده رحت منتخب الناشئين وانا عندي 15 سنه مع كابتن ابراهيم يوسف. اتدرجت بقى من منتخب الناشئين مع كابتن ابراهيم يوسف. بعد كده رحت للكابتن شوقي غريب المنتخب بتاعه. بعد كده مع كابتن شوقي غريب برضو الاولمبي. فانا كنت تربيه منتخبات. فجه الكابتن محسن صالح، فكان رئيس القطاع مش فاكر مين ساعتها، فقال رئيس القطاع طلع لي الناس المميزه، فاكيد هيطلع منتخب مصر الاول هيبقى ليه الاولويه، وبعد كده الناس المميزه. فطلعنا في مجموعه. وعشان الكابتن محسن صالح يشوفنا كنا ساعتها بنتمرن في بورفؤاد. كان ساعتها بيبقى البدايه في النادي المصري بيصلحوه كده. ساعتها كنا بنتمرن في بورفؤاد. فكابتن محسن صالح اعجب بيا وتمام. كنا ساعتها في البطوله الافريقيه اللي مصر خرج فيها من الافريقي التونسي لو تفتكر بعد كاس مصر. ايوه بقى ده كاس مصر. دي حكايه تانية. وبعدين بس انا كنت كمشجع يعني مش كنت لعيب ساعتها في النادي. بس هو بص يعني هو عمرو انت تدرجت
ما شاء الله اه واسامي مدربين كبيره جدا انت قلت لنا تمام. فعلا احنا بنفتقدها دلوقتي حاليا. صح تمام وحتى طريقه اختيار اللعيبه المنتخبات اه كانت جميله جدا يعني انت النهارده انا بختار الاول الافضل في المنطقه ومنطقه الصعيد هكذا ومنطقه القاهره كذا وبعد كل دول يلعبوا بعض وانا كمدرب في المنتخب مصر ببص فعشان كده كنا بنطلع مدربين اعتقد الجيل بتاعكم اللي هو خد ثالث عالم يعني انا اقول لك بص انا اقول لك بالراحه كده جيل 82 اللي هو المنتخب الاولاني قبل ما ننضم على كابتن شوقي غريب بص شريف اكرامي كان حسين علي لعب في بتروجيت والاهلي طبعا معروف اليماني محمد اليماني ده كان هيبقى بص نجم مصر ده كان فرود لولا بس الحادثه اللي عملها احمد حسام ميدو وائل رياض شيتوس اسامه حسني محمد شوقي لا شوقي كان في اكبر مني في سنه اللي هنروح له بعد كده اللي انا بعد كده هقول لك فمين تاني عشان ما انساش كان عمرو زكي برضو معانا. لا عمرو زكي كان المفروض 83 المفروض كان يجي معانا بس ما جاش معانا في الناشئين جه معانا في الشباب تمام انا بكلمك على 82 لسه هنطلع ل 81 جامده جدا ما شاء الله اللهم صل على النبي نطلع بقى ل 81 طلعنا ل 81 بقى كان معانا مين محمد صبحي ابو المجد مصطفى كان باك رايت ابو مسلم باك ليفت كان حسين امين ومحمود محمود اهلي وزمالك لعبوا الاثنين العتراوي كان في المحله معانا رضا شحاته كان معانا حسام غالي كان نص ملعب محمد شوقي كان نص ملعب تخيل ده كان منتخبنا والله مين تاني كان لاعب معانا بقى كان وائل رياض طلع ومعايا وحسام حسني عبد الرب انضم معاكم يعني في الاولمبي في الاولمبي كان حسني عبد الرب كان في الاولمبي هو احمد فتحي كان نص ملعب ده جيل وشوف اللعيبه اسامي اللعيبه يعني دلوقتي مش احنا كنا ساعتها بنلعب اغلبنا فريق اول انت بتتفرج كانك على منتخب اول يعني كل الناس عارفه الاسامي اللي هو تعالى اتفرج مثلا على منتخب مصر اللي 20 سنه مش هتعرف فيهم واحد لا مش هتعرف لانه ما بيلعبوش حتى فريق اول واداء انا هاخدك لحته المنتخب بس نكمل حته اللي ازاي تدربت الفريق الاول فالكابتن محسن صالح شافني ساعتها فاتلاقيت اول ماتش ساعتها انا فاكر المنصوره كسبناه 2-0 هناك في المنصوره فاتلاقيت كابتن محسن حاططني في التشكيل فبتوع الناشئين طلعوا له قالوا كابتن محسن خلي بالك ده عنده موقوف من الناشئين والله فطلعنا التشكيل والله اول ماتش ليا كان ساعتها 17 سنه فقال لي خلي بالك فانا كنت زعلان قوي ان انا كان موقوف في الناشئين كنت موقوف في الزرين فطلعني كان ساعتها اللي يتوقف في الناشئين عادي يتوقف في الدرجه اللي بعديها يعني ما يلعبش فبعديها بقيت معاه على طول في الماتشات احتياطي لغايه لما جه كابتن محسن صالح قبل ماتش السويس كنا بنلعب وكنا لو كسبنا هنبقى اول الدوري بالظبط فتلاقي كابتن محسن صالح جالي في اوضه اللبس قال لي تعالى يا عمرو قال لي لو الظروف النهارده كويسه ان شاء الله هتلعب ففعلا الظروف كانت كويسه و2-0 بس كان ساعتها لسه ما قاليش فعمرو تسوق اتصاب جات له خلفيه ساعتها فاتصاب فقال لي يلا يا عمرو فالمهم نزلت ربع ساعه كاني لعبت ماتش كل الجمهور كان مشجعني بطريقه هستيريه وانا طلعت كوره لان كنا مضغوط علينا في الاخر كنا كاسبين 2-0 ربنا كان بايد لك اللي انت دي كانت البدايه بقى لغايه لما كابتن محسن صالح للاسف كان عندنا ماتش في بورسعيد كنت لسه ما تأيدتش افريقي يعني كنت لسه طالع من الناشئين كنا بنلعب الافريقي التونسي هناك وتعادلنا 0-0 جينا هنا في بورسعيد قبل نهائي افريقيا اتغلبنا 4 لما لعبنا فالكابتن محسن صالح مشي فمسكنا الدكتور ميمي الله يرحمه فجابني كان اول ماتش هنلعب الاهلي قال لي فجبنا قال لي عمرو خلي بالك انت هتلعب على علاء ابراهيم الماتش الجاي كان علاء ابراهيم ساعتها هداف جامد نجم علاء جامد طبعا. يعني وفي استاد القاهره كمان فقال لي ما تقولش لحد وبتاع وخلاص هو كابتن ميمي جه قال لي كده على طول فالمهم خلاص لعبت ماتش جامد جدا جدا وكابتن سريع فكابتن ميمي طلع كمان صيدت بعد وعلاء ابراهيم نفسه اتكلم عليا جامد جدا بعد الماتش ابتديت بقى خلاص في النادي المصري انا اساسي خلاص وانطلقت بقى من هنا قعدت كام سنه بقى في مصر عم لغايه 2006 ورحت الزمالك 2006 يعني انا كنت 9 وكنت لغايه 24 سنه كانت قيمه الصفقه كام ساعتها يعني كانت 1.4 مليون عامه كنت لما بتسمع مليون دي حاجه يعني جامده ساعتها كان ساعتها من كام سنه قبليه كان رضا عبد العال كان 600,000 الناس 600,000 يا جماعه ساعتها مليون فانا كنا ساعتها 1.4 مليون سيد ورئيس النادي ساعتها كان 1.4 مليون كان ساعتها بالنسبه للفتره اللي احنا فيها دي يعني مليون دي كانت وكمان بعدها بسنه كان ذكر اتباع ب 3 مليون بالظبط فالمصري كان بيستفيد من ولاده يعني عادي يستفيد بيبيع وبيستفيد ده المشكله الانديه دي للاسف يعني الانديه الاقاليم بالذات
يعني بعيد عن انديه العاصمه، الانديه الشعبيه الاقاليم مصر واسماعيلي والاتحاد والحاجات دي هم بيعتمدوا على كده. انت ما عندكش موارد، صح انت شخص واحد اللي بيصرف ولكن عليك. هي بتاثر يعني في الجمهور، لان الجمهور نفسه في بطوله في بطوله فاللاعب المميز اللي بيطلع عندك، وفي نفس الوقت الطموح بتاع اللعيب اللي هو برضه عايز يمسك فلوس. ما انا لعيب كوره، انا اخري 3 4 سنين 10 سنين بلعب كوره 13 سنه وهبطل، ما فيش الا دي شغلانه بالنسبه لي. فاللاعب بيبص للكلام ده، ولكن الجمهور زي ما انت عارف بيكون يعني انت المهم انا خدت بطولات مع نادي الزمالك، بعد كده رحت نادي الزمالك رحت في الزمالك حصلت بقى على بطولات بقى. لا جبنا بطوله واحده في الفتره دي، كان الاهلي فرق بصراحه يعني كان فرقه قويه جدا يعني تخيل الاهلي مثلا يكون الحضري بيلعب اسلام الشاطر يمين، وائل جمعه وشادي وراهم عماد النحاس جilberto شوقي حسام غالي، وهتلاقي كان مين كمان حسام عاشور كمان في نص الملعب وحسن مصطفى قدام فيلافيو وعماد متعب. قعدت سنه بقى عمرو في 5 سنين 5 سنين في الزمالك. خدت بقى كام بطوله في ال5 خدنا بطوله واحده في ال5 بس يعني انت بتنافس برضو منتخب مصر، يعني انت برضو مش بتنافس اي حد زي النادي الاهلي دلوقتي مثلا تبقى بتنافس. يا ريت الاهلي كان على ايامنا زي الوقت مثلا. لا ما كان منتخب مصر، انت بتنافس منتخب مصر واخدين 3 بطولات افريقيا، ودلوقتي والله منتخب مصر برضه يعني هو لسه لهم صلاح ومرموش بس لسه صلاح ومرموش اعتقد بس المواهب قلت. ما انت في المواهب محمد انت بعد صلاح ومرموش للاسف انت ممكن ما توصلش اصلا كاس افريقيا. طيب يعني خلينا نتكلم بقى في نقطه مهمه الناس بتتكلم فيها. هل فعلا الاهلي بياخد الدوري بالحكام زي ما بيقولوا؟ هو كان على ايامنا ما كانش فيه فار طبعا. انا فاكر الماتش اللي لينا بلال وقف الكوره بايديه راح حاططها جوه فبقول له انا كنت ساعتها اللي بقول له ده ايه ده يا بلال ده اللي حصل ده؟ قال لي معلش اصل لسه مغلوبين في افريقيا دلوقتي 4 مفيش حد ممكن يقول نفس الطريقه كده. يعني لو سالت بلال هيقول لك انا قلت له كده يعني قال لي لسه مغلوبين في افريقيا 4 باين كانوا مغلوبين في افريقيا 4 وحطوا بايده بقول لك وقفها بايده كده والحكم ولا هو هنا وكان بالكلام ده الماتش ده كان مع الزمالك مع المصري قبل وقفها بايده ودخلت. كان الماتش هنا في بورسعيد ولا لا كان في استاد القاهره واتغلبنا واحنا كنا ساعتها المصري كنا بادئين بدايه قويه جدا، كنا كاسبين مع بشكي انا فاكر كابتن بشكي بشكي والكابتن حسام غويبه والكابتن علي السعيد كان ده الجهاز والحكم شافها والنبي لو ما كانش فيه فار بقى ولا اي حاجه. والله لما كلمت احمد مش عارف اقول كمان اسم الحكم لانه كان بيبقى كانه ملاكي يجي يساعد الاهلي في ماتشات معينه. تخيل والله يعني كان في حكام ملاكي تيجي بنفس الطريقه بقولها لك كده، كانت بتيجي تساعد مش هقول اسم الحكم طبعا بتيجي تساعد الاهلي. لا مش هقول عشان هو بطل وليه عيال. لا خلاص طيب الاسرار دي خلاص بقى مش هينفع. بس هو بطل طبعا بقى له فتره. لا بطل خلاص. تواجد في لجنه الحكام الفتره الاخيره دي ولا لا ما شفتوش. لا ما شفتوش. لا طيب كان حكام معينه كانت بتيجي الاهلي في الماتشات اللي كده يلا يعني ده كان زمان، غير بقى لما الفار جه شويه الدنيا اتظبطت شويه على انت مش هتشوف عينك كده رغم اللي في حاجات برضو عينك بس برضو الخطوط بتتظبط يعني كده مش اوفسايد لا مش اوفسايد يلا. طيب يعني ده كان في المصري يعني بس احنا كنا بنشوف دلوقتي الكابتن احمد بلال دايما بيطلع وينتقد ناس كتير وبتاع ولكن هو يعني المشكله كمان يا عمرو اللي فعلا زي ما انت قلت ما كانش فيه فار، ولكن احنا بنشوف النجوم دي زي كابتن. انت عايز تقول لي ان الدوري اللي فات كان يستحقوا الاهلي اللي هو المره اللي فات؟ بس انا هقول لك حاجه، بيراميدز اللي فرط في لا ما فرطش بس انا ليا 3 بونت. لا انا ليا 3 بونت الاهلي المفروض يتخصم منه 3 بونت. انا هاخد المفروض حسب انا هاخد الدوري ماليش دعوه بقى اللي انا فرطت ومش فرطت. انا مش نقط المفروض بس انا قصدي اللي بيراميدز كان فارق ب6 بونت او 7 جميل اتغلب من بس مش ده البنك الاهلي مش ده انت راجل بطل فانت المفروض بقى ما تبصش بقى لاي حاجه. ماشي انا معاك بس انا برضو حقي لان اكبر من الاهلي في النقط لما يتخصم منه 3 بونت. ده هو طبعا هو دلوقتي بيتهيألي الشكوى لسه في والله لو عملوا خلاص هو الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا والدنيا اتظبطت ما تقلقش كل حاجه قوانينها تتظبط ما تقلقش يعني خلاص كده الدوري خلاص بس هو بصراحه بس هو عايزين كانوا يفرحوا جمهور الاهلي ببطوله. السنه اللي فاتت كانت الدنيا ضلمه عندهم فكانوا عايزين يفرحوهم ببطوله عادي يعني. فدي بتبقى يعني معايير يا عمرو والله ساعات بتبقى معايير والله بحلف بالله. يعني النهارده الاهلي مثلا طلع من بطوله افريقيا فنديله بطوله لا انا عادي ياخد الدوري بقى عشان الناس ما تزعلش برضه ليه جمهور كبير. ما هو ده المشكله. احنا دلوقتي يعني انت عايز تقول لي لو كان الزمالك مكان بيراميدز كان حصل فيه كده؟ اقسم بالله ابدا. يعني الزمالك عشان ليك هو منافسه لنفس المساوي للاهلي. يعني والله العظيم لو الاهلي الزمالك الاول والله ما تحصل. ما كانش تحصل والله ما تحصل. بس عمر خلينا منصفين يعني اللي انا بصراحه ربنا انا شايف الاهلي كسب يعني كان بيكسب
ما هو يعني بيكسب ماشي كسب بيكسب، بس كذا عدد النقط بتاعتي المفروض بيراميدز اكتر مني يعني بالماتش اللي انسحبوا. ما هو الزمالك اتخصم منه 3، اشمعنى الزمالك يتخصم منه 3 واخر الموسم و3 كأن الماتش مغلوب؟ بالظبط انا عايز اعرف اشمعنى يعني. بالظبط. فهم يعني زي ما انت خلاص بقى هم ليهم كل الرابطه رؤساء الرابطه اهلاويه، طب هم اصلا كمان بيطلعوا يفتخروا ان هم اهلاويه كمان، عايز اكتر من كده ايه؟ دي هو موضوع الانتماءات دلوقتي بقت على السوشيال ميديا عادي يا عم انتمي، بس خليك عادل، ما عنديش مشكله ان انت ما هو عادي ما تنتمي يا عم وخليك بس خليك عادي. وبنشوف رؤساء انديه يقول لك انا اهلاوي، ولو الاهلي طلع انا اعرف رؤساء دي اصلا كبيره واهلاويه، انا وفي المقابل برضه في رؤساء انديه يقول لك انا زملكاوي وانا بفتكر انا زملكاوي. طب انا عادي، ما هو كان وانا في الجونه سميح سوارس قال لنا انا زملكاوي وراجل قمه الاحترام لما هتشوفه، قمه الاحترام اللي في الدنيا والتواضع اللي في الدنيا، طب وزملكاوي بس عمره ما جامل الزمالك، يعني ما بيسيبش ماتش للزمالك، عمره ما جامل الزمالك يعني هو زملكاوي كبير بس عمره ما جامل الزمالك، ما جاملش الزمالك يعني. طب ده الكلام ده لما كنت في المصري، طب لما كنت في الزمالك كنت بتشوف برضو حته يعني في مجاملات للتحكيم للنادي الاهلي كتير كتير. يعني مين ينسى مثلا الدوري بتاع ابو تريكه لما زق مدافع كان الاسماعيلي المفروض ياخد الدوري ساعتها، لما زق مدافع الجيش وحاططها ابو تريكه بنفكر ان هي خلاص فاول، تلاقي الحاجه بيقول له جول كابتن ريشه بقى بتاعنا. ما هو كابتن ريشه هو يعني بصراحه ربنا يعني كله كان بيقول هو كابتن ريشه بص كان كابتن ريشه كان والله العظيم، انا اقول لك حاجه، دي الغلطه الوحيده يمكن في مسيرته، بس لما انا سالته كنت بساله لا ده كان ضربه جزاء مستحق. لا مش ضربه جزاء، هو زق المدافع بتاع الجيش ابو تريكه زقه في الاول اللي هو المفروض اللي هو كان طالع الجيش كان كسب 1-0 لا كسبوا 3-1 كان الجيش ساعتها كسبان 1-0، كان الاهلي لازم يكسب الماتش والاسماعيلي لا يكسب، ولو الاسماعيلي كسب هيلعبوا الماتش فاصل اللي هو بتاع فلافيو لما حطوا 1-0 في اسكندريه في الماكس. واللي طبعا الاهلي كسب يوميها ده كسب ولعبوا ماتش فاصل بس هي دي الغلطه الوحيده اللي كابتن ريشه طول مسيرته، خلي بالك ده كان حكم جامد جدا والله. طبعا كابتن ريشه يعني حكم كبير ولكن فعلا يعني زي ما انت بتقول عمرو كده اللي يعني ايام زمان ما كانش فيه فار، ولكن دلوقتي كان فيه فار. شايف بعد دخول الفار برضه شايف في انديه بتتجامل، يعني في انديه بيتم مجاملتها يعني في الخطوط يعني اي حاجه اوف سايت ممكن تتجامل دي تعدي تعدي شفت الخط عامل ازاي وانت طبعا مش هتنزل تشوف النجيله وانت بتتفرج على التلفزيون مش هتشوف الخط بتاع النجيله وبيقولوا يعني برضه كان بيقال على السوشيال ميديا اللي فيه مخرجين خلي بالك في حاجه مهمه، الزوايا زوايا التصوير بتفرق طبعا. في زاويه تطلع لك اللاعب ده اوف سايد طالما على الخط الكوره، في زاويه تانية تجيبها لك من هنا لا ده متغطي، زوايا الكاميرا طبعا. بالظبط يعني زي ما بيقال عمل انت كنت لاعب كبير طبعا في منتخب مصر والمصري والزمالك يعني كما يقال ان الاهلي يقول لك الاهلي دايما بيجيب لعيبه كبيره وكل حاجه ولكن بيبقى فيه مساعده من التحكيم. هل الكلام ده بينطبق على الزمالك برضه؟ انت لعبت لا برضه في حكام بيتخبى بس مش بدرجه النادي الاهلي ساعتها في الفتره اللي ما كانش فيها فار، لا ما كانش بدرجه النادي الاهلي. النادي الاهلي الطب برضه اللي هو اللعيبه اللي هي المنتخب مصر والله المنتخب مصر اللي اعلامه اجريسيف شويه، الزمالك هاديين الاعلام بتاعه هادي شويه. الاعلام الاهلي اجريسيف لما بيحصل غلطه عليهم بيقلبوا الدنيا، الزمالك لا عادي ممكن تعدي عادي. فيعني انت قصدك التحكيم برضو بيخاف من الاعلام الهجوم الاعلامي انما يعني الزمالك ما بتجاملش خلاص عمرو. انا عارف لا ممكن يتجامل عادي ايه المشكله؟ لا ممكن يعني انت قعدت 5 سنين في الزمالك لا ممكن ما انا بقول لك الاهلي بيبقى مع الزمالك اللي هم ممكن يتجاملوا، ما بقولش لا بالظبط بس مش الزمالك مش بدرجه الاهلي انت فاهمني يعني مش بدرجه الاهلي لا الحكام بتخاف من لعيبه الاهلي اكتر من لعيبه الزمالك. طب انت شايف بقى من ناحيه نتكلم في العصر او الوقت الحالي الزمالك بيعلن ان هو عنده مشاكل ماديه، الاسماعيلي دلوقتي برضو كان فاتح حساب وبعد رحيل مجلس الاداره دوت وكان في مشاكل، والاسماعيلي كان يعني السنه اللي فاتت يمكن الهبوط اتلغى علشان هو وغزل المحله كانوا هم الاقرب. شايف انديه الشعبيه اللي فينا عمرو خاصه انا بستغرب ان النادي زي الزمالك ده وانت لعبت في نادي الزمالك اللي هو بيتكلم ان هو معهوش فلوس او الدنيا معاه ماديا مش احسن حاجه، رغم ان في رجال اعمال كتير زملكاويه وكلام من ده ما بيقفوش جنبه ليه؟ لا اقول لك لاني اقول لك على رينج الصفقات بقى عالي قوي يا جماعه. اللاعب دلوقتي ممكن يوصل زي زيزو 100 مليون في السنه يعني بالنسبه لنادي الزمالك ده رقم مرتفع جدا وغير اللي هو مرتفع كمان انت هتبوظ لي الدنيا كلها. ما اي لاعب عاده هيخلص هيقول لك انا عايز زي زيزو
اخد 100,000 100 مليون. ده انت هتجيب له منين بقى؟ وانت شايف زيزو يستحق ال 100 مليون؟ لا طبعا، لا زيزو اقل وينج هجومي في الاهلي، اقل واحد. تخيل، معقول؟ او اقسم بالله اقل واحد. يعني تريزيجيه احسن منه، حسين الشحات احسن منه، طاهر احسن منه، عبد القادر نفسه احسن منه. يعني زيزو بالنسبه لي احسن مركز ليه ممكن يأدي فيه ممكن باك رايت بقى. شوف انت لما تشتري باك رايت ب 100 مليون تخيل. والله لان زيزو ما عندوش يا جماعه المهاره اللي هو يعدي واحد، او زيزو اخره اللي هو لعيب كويس يجري على الخط يرفع لك، ده اخر زيزو. اما اللي هو يعدي واحد على واحد زي حسين شحات وموه ما فيش. شايف طبعا الرقم ده لما مش هتلاقي. لما هو اصلا النادي الاهلي ما هو الفتره اللي فاتت باظ من الرقم بتاع زيزو. انت فكر شايف ان في ازمه جوه انت هم شايفين زيزو بمستواه ده يستاهل مثلا 100 مليون. انا حسين شحات اقول له انا عايز انا كمان 100 مليون. حسين الشحات هو اللي جاب لهم ماتش الزمالك الاخير. هو حسين اصلا احسن من زيزو، ما عنده مهاره وعنده اللي هو يعدي واحد ضد واحد وعنده تحرك. شرقي فعلا والتريزيجيه واشرف ده نسيت كمان، اشرف بن شرقي بيعرف يعدي، بيروح للعيبه عايز يعدي منه واحد ضد واحد. هو مش موفق لغايه دلوقتي بس هو لعيب جامد يعني. اشرف بن شرقي وبيحرز هو لسه. زيزو اقل واحد فيهم اصلا. يعني الاهلي جاب قنبله عنده اسمها زيزو. ويمكن امام عاشور برضو سمعنا اللي هو كمان اتكلم في قصه بس هو عيان الوقت اكيد. فهو مش في دماغه الوقت هو، بس لو كان موجود اقسم بالله ما كان اللي اخد زي زيزو. لا امام عاشور لاعب كبير طبعا. يعني انا بشوف امام عاشور الاهلي مبوظ الدنيا. خلي بالك اول مره النادي الاهلي يعمل كده. خلي بالك الفروق الفرديه كل ده عشان يكايد الزمالك. احنا صفقه مكايده اللي هي النادي بس. لا انت بوظت الدنيا عندك. هو شايفين اللي زيزو خلي بالك النادي الاهلي كافراد احسن فرقه في مصر. خلي بالك عشان برضو نقول الحق كافراد. يعني هات لي فرد ده انت احسن فرقه في مصر. وانا كنت متوقع في بدايه الموسم اللي هو هيكتسح الكل. خلي بالك ايوه بس هو جاب قنبله عنده، كانك جبت قنبله عندك في وسط الناس الجامده دي وهتنفجر فيك. ان كل اللعيبه انا عايز زي زيزو خلاص بالظبط. يعني شايف بقى الازمه اللي عند الزمالك دلوقتي وكمان الاسماعيلي. الموضوع الاسماعيلي ده كلنا زعلانين عليه. ده الاسماعيلي بقى له كذا سنه بيعاني. لا وخلاص ولا ده الاسماعيلي ولا عمري شفت الاسماعيلي كده في حياتي بصراحه. بالظبط. احنا بنشوف نادي الزمالك يعني المفروض الزمالك عنده موارد. عمرو انت لعبت في الزمالك. ما انا بقول لك الصفقات بقت عاليه قوي، سعرها عالي قوي يا جماعه. الناس لا صعب. الزمالك برضو مش زي الاهلي عنده ناس جامده يا جماعه تقيله. رجال تقيله يا جماعه تقيله. اجمد ناس في مصر الاهلاويه اللي هم الناس الجامده في مصر. يعني انت شايف ممكن يساعدوا النادي لو. وكمان الاهلي بيروح يعني انت كاس عالم انديه. سامح سويرس او عائله سويرس واحده تشيل نادي الزمالك. الاهلي انا بتكلم على الزمالك. لا ده ما فيش الا مستر سامح بس هو اللي كان زملكاوي. سامح سويرس بس اللي زملكاوي. انما نجيب لا اهلاوي الجنب الثاني. طب الاثنين خطوه على طيب يعني انت شايف الازمه اللي في الانديه الشعبيه يعني بتطال يعني ولولا برضه مستر كامل في النادي المصري. طبعا النادي المصري كان عليه ديون وعليه كلام بس انا عايز اقول لك على حاجه برضه. طبعا مستر كامل بيصرف كتير جدا بس المصري كان قبل مستر كامل برضه ماشي كويس. بالظبط. ما عشان كده برضه يعني لازم نقول برضه ندي كل واحد حقه. بس قبل المستر كامل المصري كان ماشي كويس مع استاذ تامر حلبي. ما كان بياخد ثالث وبيروح افريقيا. هي نفس نفس المستوى. طب يعني بس مع فرق كمان اقول لك فرق كبير جدا كمان. مستر كامل بيصرف فلوس كتير جدا 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 بس في الهوا. يعني شايف يعني استاذ تامر حلبي كان باقل الفلوس بيجيب لعيبه. بس خلينا ندي برضو يعني الكابتن حسام حسن حقه. ما انا لسه هقول لك يا جدع. لسه عشان كان عندك مدرب. كان عندك مدرب بيجيب. انا حسن مصطفى صاحبي قوي كان معاهم في الجهاز. فصاحبي بص كان بيحكي لي كل حاجه. كنت قبل الموسم بتاع كابوريا ومسعد. فاكر الموسم ده المصري اخذ فيه ثالث وراح نهائي كاس مصر. كان باسماء فبقول له حسن ايه ده حسن انتوا مش جايبين حد بنفس الطريقه كده. قال لي مين هتشوفهم. قلت له بجد في حاجه جامده يا حسن. قال لي في واد اسمه كابوريا هتشوفه ده جامد ساعتها. قال لي بالاسامي تك قلت له اسمع يا حسن الدوري صعب يا حسن ومش مش هتعمله زي السنه اللي فاتت. ساعتها اعتبر الكوره مش هتعرفوا تعملوا زي السنه اللي فاتت كان قبليه. قال لي اسمع كده هنعمل موسم فعلا. جاب لعيبه مغموره. وكان المصري كان الفرقه الوحيده اللي تضغط على الفرقه اللي قدامها من اول دقيقه لاخر دقيقه مع حسام حسن. بالظبط. عشان كده بنقول انا اصلا حضرت الايام دي لان جايب حوالي 50 لاعب في المريخ هنا عمرو وفي النادي المريخ. بقول لك لعيبه مغموره كلها. وكان على خلي بالك الكابتن حسام بيعرف يبني فرقه من الاول. بالظبط. وكان يعني ما تقلقش في كده. معسكر بتاع برج العرب. لا هو الكابتن حسام بصراحه عمل ولكن هو ده اللي كان مساعد استاذ سمير حلبي. دلوقتي مستر كامل برضو
المدرب الموجود ده كويس جدا، الكوكي بامانه خلي بالك كويس، بس برضه وكان موجود برضه في التعاقدات المهندس محمد قبيل برضه في ساعتها في لا والله المصري ساعتها عمل فرقه من لا شيء تقريبا، وصل نهائي وكان هياخد الكاس وسوبر في الامارات. لا ولكن امانه يعني في ظل بقى عمرو، يعني ده الفتره اللي فاتت ده كانش فيها فلوس، دي الفتره اللي ما فيهاش فلوس مع مستر كامل في فلوس وكل حاجه، بس الاختيارات بس بص عمرو، يعني انا برضو مش هقدر اتكلم في الكوره زيك لان انت طبعا نجم كبير، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي الانديه اللي طلعت زي سيراميكا والبنك الاهلي والانديه دي كلها معاهم موارد جامده طبعا، يعني ما شاء الله. الايام بتاعت كابتن حسام يمكن كان اهلي وزمالك، وكان يعني لسه كان لا برضه لا كان في فرق جامده، لا بيراميدز لا كان ام بي كان موجود، لا كان ساعتها بيصرف اللي بيجيب لعيبه غير دلوقتي، بدا النهج بتاعه يتغير اللي هو بقى ناشئين، كان بيصرف ساعتها وبيجيب لعيبه جامده ام بي. وكان مين ساعتها اللي كان الاسماعيلي يعني ما وقعش الوقعه اللي برضه اللي زي دي. افهم من كلامك يعني اللي اداره الكره في النادي المصري حاليا يعني مش احسن حاجه يعني. انا بالنسبه لي لا، المسؤول عن الصفقات في النادي المصري انا صدقني ما اعرفوش اصلا، ما اعرفش اي حد في المجلس الاداره غير مستر كامل بصراحه، يعني عشان اكون واستاذ الحسين ابو عمر عشان كنت عارفه من زمان من وانا بلعب في بس هم دول اللي اعرفهم. بس لا اللي بيجيب الصفقات ده المفروض ده يتحاكم كمان على اهدار فلوس. انت شايف اللي في النادي المصري ايه يعني اللي ينقص النادي المصري ان هو يجيب بطوله؟ لان طبعا مستر كامل مش هيتعوض كرئيس نادي. لا ده مستر كامل انا قعدت معاه، خلي بالك كان عايز يجيبني في 2010 قعدت معاه في فندق على النيل، فقعدنا مع بعض واتكلمنا كتير ساعتها في الفتره، كان ساعتها كابتن انور سلام الماسك، وكان ساعتها مستر كامل بيعمل بتاعه فرقه 2010 بتاعه سي والفرقه الجامده اللي عملها قبل كده كان جامده جدا بصراحه بتاعه 2010 دي. طبعا بامان انا اصعب فرقه لعبتها للمصري وانا في الزمالك الفرقه دي، اللي كان مؤمن زكريا وهاب المصري، اقسم بالله اصعب فرقه لعبتها للنادي المصري. عبد الله السيسي اصعب فرقه. انا كنت بلعب على السيسي ده يخرب بيته، كنت بلعب على السيسي في استاد القاهره كسبناهم 1-0 محمد ابراهيم لو بسن الجزمه لو تفتكروا فاكر طبعا. ولا وكان فرقه قويه بهدلتنا بصراحه، وكانت تستحق ان هي تكسب. فوزي في اليمين لا بصراحه كانت تستحق ان هي تكسب في الماتش ده بامانه، بهدلتنا في استاد القاهره، وكان ده حاجه غريبه، كان معانا الكابتن حسام وطالعين طلعه جامده من تحت لفوق وننافس وبنكسب. بس انا برضو عمرو عشان انا دايما بحط نفسي زي ما انا اتكلمت على موضوع النادي الاهلي وحطيت نفسي ان انا مسؤول في النادي الاهلي، انا بحط نفسي دلوقتي ان انا مسؤول في النادي المصري. انا دلوقتي كمسؤول عن ملف التعاقدات، انت مدير فني، انا دلوقتي عايز اجيب عمرو الصفتي، انا كمسؤول عن نادي التعاقدات جه المدير الفني قال لك لا انا مش عايزه. جميل. كلام مين اللي هيمشي؟ يعني اولا لازم يكون ويا ريت مستر كامل يكون سامعني، لازم يكون اللي بيتكلم مع المدير الفني على نفس المستوى العقلي والتدريب بتاع المدير الفني، عشان الاثنين يعرفوا يدوا. لو المدير الفني عارف اللي قدامه ده مش فاهم حاجه في الكوره هيموته، هيلبسه. لان كان الكابتن ابراهيم مصري معايا الحلقه اللي فاتت هيلبسه، وقال لي انا قلت للكابتن علي ماهر كان لعيب اسمه كزادي كاسونجو قال له لا اللاعب ده انا مش مقتنع بيه. الكابتن علي ماهر قال له انا مقتنع بيه. المهم اللاعب ده على ما اتذكر كان هو بتهيألي كزادي كاسونجو ما شمش الملعب. قال لي شايفه وجيه، انا قلت لك ايه قلت للكابتن علي ماهر، وكان الكابتن ابراهيم المصري هو في لجنه الكوره ايام المهندس سمير حلبيه، الاستاذ سمير حلبيه، والكابتن علي ماهر اصر كزادي يجي كزادي كاسونجو وما لعبش. فانا هنا بجيب لك، ما انا بقول لك مثال انا كواحد مسؤول في لجنه الكوره في الاخر مش هجيب لاعب يلعب غصب عن المدير الفني. دي استحاله عمرو. اي مدير فني في مصر عامه بلقطيه، عارفين الكلمه دي؟ لو شاف اللي قدامه ومش فاهم حاجه في الكوره هيلبسه وهيوديه يمين وشمال وفوق وتحت وهيعمله في الاخر، وهو اللي هيشيل في الاخر، هو اللي جاب الصفقه. فانت لازم يبقى موجود واحد في الاداره يكون طب هو هيستفيد عمرو. المفروض انا مدير فني اجيب لعيب لا ما في مديرين فنيين لهم حاجه تانية غير الكوره، يعني عليهم ممكن يستفاد يلف لك لفه كده غريبه يستفيد من وراه يعني. طبعا هو مش موجود في الصوره اصلا بس بيستفيد عادي ما فيش مشكله. لان الكلام ده وممكن الناس في الاداره نفسها ممكن تستفيد من لاعبي الكوره اللي هي اللاعب الافريقي اللي هي جايباه ممكن تستفيد ماديا مثلا مستر كامل مش عارف ما ممكن يستفيد ماديا من وراه. فعشان كده لازم يكون في حد في مجلس اداره المصري بيعرف في الكوره لازم. ما هو ما انا برضو عايز عمرو اوصل لك نقطه عشان نجيب لها حل، لان كل مجلس اداره بتفرج واللاعيبه الحمد لله كله بيتفرج. انا عايز حل اللي انا كواحد في لجنه الكوره، او انا جبت عمرو الصفتي لعيب كوره كبير وعايز يجيب لعيب، جه المدير الفني قال لك انا مش عاوز عمرو،
ما انا قلت لك، شفت انا قلت لك ايه، لازم واحد يكون مستواه هو عمرو الصفقي اللي بيقول الفكر واللي هو بيعرف في التدريب آه. كمان، وبيعرف يختار اللعيبه ايه، اللي يبقى عارف ان المدير الفني ده ايه. لو ممكن اقول لك حاجه، كان ساعتها الحاج سامي متولي ما فيش لعيب يمشي من النادي المصري الا لما يتعرض على سامي متولي. اي مدير فني ما يقدرش يمشي لعيب الا لما يتعرض على سامي متولي. عارف الحاج سامي ده الله يرحمه كان يقول لا خليه، ما تلعبوش بس خليه. عنده دماغ، كان دماغ كبيره. خلي بالك انا عايز اقول لك لنقطه يمكن الجمهور النادي المصري عارف الموضوع ده. انا قلت كذا مره، كان ايزي ايميكا كان في النادي المصري، كابتن علي ماهر قال للمستر كامل مش عايزه. مستر كامل قال له ده لعيب ده رقم 6 واحنا ما عندناش وخليه. قال له خلاص مستر كامل طالما انت عايزنا خليه وخلاه فعلا. ما لعبوش ولا ماتش عمرو. ماشي بس انا كرئيس نادي عشان الامانه لعبوا ماتشين 3. بس انا كرئيس نادي ابقى مقتنع باللاعب ده، مقتنع جدا بيه، لا خليه. والجمهور مقتنع بيه كمان، مش اللي كلنا كل الناس كان مقتنع. لا خليه، ما تلعبوش. انت ليك الحق اللي انت تلعبه، بس انا ليا حق اللي انا امشي برضو. انا رئيس النادي امشي او ما تلعبوش. انت عندك حل اللي انت تلعبه او ما تلعبوش، ده المدير الفني بالظبط. انت فاهمني؟ هو ده حقه، بس مش حقه يقول لك يمشي بره النادي. لا 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 لا، رئيس النادي ده رئيس النادي اللي يعمل كده. طب شايف الحل للموضوع ده ايه؟ اللي لازم تدخل من مجلس الاداره. لازم مستر كامل يعني ارجوه يعني بجد اللي هو يبقى فيه لجنه كوره قويه. ناس تكون لعب الكوره، لان اللي لعب كوره غير اللي ما لعبش كوره صدقني. اكيد طبعا مهما يكون ليه لازم وقويه يعني، يبقى برضو عارف فكرها ايه. علشان ساعتها يستشيرهم ده يمشي ولا ما يمشيش كده. بالظبط. بس بالظبط المستر كامل برضو ايه، راجل جامد جدا في السياحه. ده ممكن يبقى وزير سياحه. مستر كامل جامد جدا في المجال بتاعه. مستر كامل بالنسبه مثلا للكوره ممكن يكون، انا بشجع النادي المصري من زمان وانا بشجع النادي المصري وكمشجع، بس ممكن ما اشوفش الحاجات اللي المفروض تتشاف اللي هي فنيه البحث. فانا استعين بالحاجه اللي ناقصاني، لجنه فنيه هي اخد رايها من تكون ناس موثوق فيها، يعني الناس ولا عليها حاجات قبل كده اللي هي وحشه في حاجه ماليه، او ناس موثوق فيها ياخد رايهم. الناس بتاعت كوره يعني بتاعت كوره. اهم حاجه يكونوا كمان بتاع كوره. طيب. ومش لازم يكونوا حتى بورسعيديه. انا مش بقول لك لا، ممكن يكون ناس من ناس، بس ناس كويسه ما عليهمش اي شبهه يعني. طيب سؤال لعمرو الصفقي نجم النادي المصري وابن النادي المصري، ماذا ينقص النادي المصري لتحقيق بطوله؟ اللي ما انا هقول لك اللعيبه اللي يشتريها مستر كامل ابو علي يبقى على قد اللي هي تجيب بطوله. انت دلوقتي بنشوف صلاح محسن وميدو جابر. صلاح محسن كويس. ما انا هقول لك اللعيبه كويس. صلاح محسن كويس. كريم العلاء بقى جامد بامانه. واحمد عيد برضه من احسن. واحمد عيد وراه يعني. انت عندك، ما انت لازم ما يبقاش عندك، انت عايز تاخد بطوله عندك اثنين مش هنجيبها. بص عمرو من الناحيه الشمال بقى ما فيش بقى. انا اجيبها لك، انت اجيبها عشان ده الكلام ده مهم. جمهور المصري السؤال ده يعني لابن من ابناء النادي المصري ونجم من نجوم النادي المصري. ماذا ينقص النادي المصري لتحقيق بطوله؟ انا اقول لك هنجيب اللعيبه المراكز. انا ممكن اقول لك المراكز حراسه المرمى. لا انت لازم جون. عصام ثروت موجود ومحمود حمدي موجود، دول احتياطي. بس لازم جون على مستوى. على فكره موهبه. انا عايز اقول لك على حاجه. واحمد وهب. طب ماشي، بس انا عايز برضه اقول على حاجه برضه للمستر كامل. ازاي المحله تجيب عامر والمصري ما يجيبوش حتى؟ عامر حارس مرمى. انا لعبت معاه في الجون. انا اعرف امكانياته. كان عندك هو كبير في السن حاجه و30، بس الجون ما بيلعبوش اللي هو بيبقى كبير في السن. لا طبعا. انت هتدخل في افريقيا على ماتشات مش هيبقى الحارس اللي واقف لك او اللي انت قلت لي اسمهم دول على قد الماتش ده. انت ممكن تلعب مين اللي معاك السنه دي في البطوله؟ الزمالك ومين؟ الزمالك وفي الفرق. انت بتلعب الاتحاد الليبي. ده الاتحاد اللي هنتكلم عليه عشان انا شفت السنه اللي فاتت. الفدراليه السنه دي غير السنه اللي فاتت فيها جامدين. السنه دي جامدين. لا جامدين. لا السنه دي برضه في لعيبه في انديه جامده. انا بس ما شفتش الجداول عشان لسه ما نزلتش، عشان احنا لسه في الدور التمهيدي. تمهيدي. لا هيبقى في عندك مجموعات بقى بتبتدي. انت هتدخل في المجموعات وهتدخل بعد كده في الدور الثمانيه والاربعه. انت مش هتشوف قدامك، هتشوف جمهور وتحكيم مش هتشوفه بعد كده. بالظبط. فانت لازم يبقى عندك اولا الجون رقم واحد عندك. انت ازاي ما يبقاش عندك جون خبره مثلا زي يجيب لي عامر؟ ليه ما يبقاش عندك واحد؟ ده لازم تجيب. محمود حمدي انت شايفه يعني محمود حمدي من وجهه انا هي حراس اللي هم كبار. حراس كويسه بس ما تشيلش الموسم. في حارس يشيل الموسم وفي حارس يعوض اللي بيشيل الموسم. انت فاهمني؟ يعني زي محمود جد كده قبل ما يمشي. محمود جد انا بالنسبه لي ما كانش جون كويس. انا بالنسبه لي رايي انا عارف بصراحه خسر المصري ماتشات كتير. معاك اللي هو في الاخر لعب 3-4 ماتشات كويسين ورا بعض، بس خسر المصري ماتشات كتير السنتين اللي فاتوا كتير. في ناس كتير قالت كتير يعني. انا ما بكيش عليه محمود جد. لا عادي يتباع عادي ويروح برقم كويس مع السلامه. يعني بس كنت اجيب مكانه لازم جون كام.
لازم. يعني احنا بيقال دلوقتي في اسماء مطروحه لحراسه مرمى النادي المصري: محمد عواد، محمد علاء، حمزه علاء. شوف انت الثلاثه دول يعني مين فيهم؟ هو عواد عنده خبره شويه. طبعا عواد لعب مع الزمالك في افريقيا، وان انت اهم حاجه بالنسبه لك الوقت افريقيا. انت فاهمني؟ لانك بقى كل سنه انت بتطلع رابع، فانت اهم حاجه بالنسبه لجمهور بورسعيد الوقت ممكن افريقيا يعني. بالظبط. نيجي بقى للاثنين مساكين او المساكين موجودين في مصر كويسين، مش وحشين. محمدي باهر ليه اخطاء كتير من السنه اللي فاتت، بس السنه دي قلت شويه عن السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان كتير جدا بصراحه. السنه دي فعلا قل محمد هاشم، احمد ايمن منصور. لا كويسين الاربعه. لا كويسين. لا انا شايف نيجي للجنب الشمال. عندك مشكله. مفيش الا عمرو سعداوي. لا عندك مشكله. لا عندك مشكله. واللاعب اللي هو اسمه عندك مشكله. هو جاي من لا عندك مشكله في الباك الشمال. الباك الشمال مش زي الباك اليمين. لا الباك اليمين كويسين. الباك اليمين الاثنين. الاثنين كويسين. تيجي في نص الملعب بقى محمد مخلوف ومغيشه ومحمود حماده. لا مش هينفعوك في افريقيا. يعني شايف مش هينفعوك. شايف وسط ملعب لازم وسط ملعب. يعني مصطفى ابو الخير انا شايفه لاعب كويس. ماشي، بس في افريقيا يا جماعه انا اقول لك على حاجه. لعيبه المصري امبارح ايه؟ لو جدع كان كان مالهم ايه؟ مجهدين عصبيه ونفسيه من الجمهور اللي شافوه في ليبيا. شفت الماتش يعني المستوى ده كان بسبب طبعا ده اول مره متهيألي يلعبوا في الجو ده. متهيألي اللعيبه دي كلها ده حقيقي اول مره يلعبوا في الجو ده. لا صلاح محسن وميدو الجابر بصراحه. ما هو ممكن علشان هم اللي لعبوا قبل كده في الاهلي. وكريم العراقي شويه لان لعب منتخبات ماشي. اما الجمهور ده اقسم بالله اغلب اللعيبه المصري ما لعبت في حواليه ولا يعرفوا الجمهور ده ايه اصلا. يعني شايف هم كانوا مجهدين عصبيا ونفسيا وبدنيا من الماتش اللي هم لعبوه. عشان كده الريتم المصري امبارح كان بطيء. يعني انت شايف لازم المصري يدعم في حته نص الملعب دي. ده لازم. يعني شايف مين اللي يمشي في نص الملعب يعني عندنا؟ يعني في محمود حماده وفي محمد مخلوف. محمود حماده بصراحه بقاله تقريبا دي السنه الثالثه ما اقنعش حد بتاعي، مع ان كان جاي اغلى لعيب في المصري. ما هو للاسف هو عشان راح معسكر او 2 مع المنتخب ساعتها ايام كروش المصري جابه من اغلى اللاعبين. مش لازم مش لازم انت اللي واحد راح معسكر ولا 2 في مش لازم. خلي بالك. تيجي بقى نيجي للاطراف. لا انت عايز اطراف هجوميه لازم 2 اطراف. كان ميدو وجابر لو كان ميدو جابر والقرموطي في ناحيه. لو كان فت ميدو وجابر كنت اقول لك انت محتاج واحد كمان. بس ميدو لسه مش فت من ساعه الاصابه. من لما رجع من الاصابه لسه مش مستواه. كان قبل الاصابه كان جامد جدا. بيهدف المنتخب الثاني بيهدف. كان جامد جدا قبل الاصابه كان جامد جدا. الوقت انت ما قدامكش قدام لما بيبقوا في حالتهم المصري بقى كويس ده غموم وصلاح محسن بس وشكرا. باقي شايف الشامي بعد عودته وكريم بامبو لا اي واحد جاي من اصابه طويله بتاع انت ما تثقش اللي هو اللي يشيلك طول الموسم. انسى لسه خدها مني وقت يعني. لا خدها مني انا بقى ثقه في الحاجه. شايف اللاعب الافريقي الجديد ازاي كينجزلي؟ انا مش شايف اصلا عندنا مصر افارقه خالص. احنا فعلا مصر. لا اللي بيشتري اللاعيبه الافارقه في المصري لازم يتحاكم. اقسم بالله لو حد من المجلس ده لازم يتحاكم. حتى هو ده اختيار كينجزلي اختيار. لا ده لازم. في المصري بقى له سنتين ما بيجيبش اصلا حد افريقيا. ده امبارح انت بتلعب المصري الثاني رقم 2 بابا بادجي امبارح كان عامل ماتش امبارح بتلعب المصري 2 يعني المصري الواحد اللي كان بيلعب الف اللي هو اللي لابس اللعيبه اللي مشت المصري راحت سموحه. راحت سموحه يعني وعندهم 15 ماشيين كويس والله. ده عشان في سموحه يوفروا ميزانيه. يعني انت من وجهه نظرك عمرو المصري يحتاج اول حاجه حوالي 7-8 لعيبه. طبعا يعني طبعا ده طبعا لو انت حاجه بقى عشان يعني احنا برضو بنسرد لان طبعا الناس تستفيد من خبراتك واكيد كلامك كابن من ابناء النادي المصري. هو ماليش والله مصلحه. انا اهم حاجه عادي مصلحه المصري والله. طيب تاني حاجه بعد التدعيمات في الفريق شايف بعد المصري عن اللعب في بورسعيد. ما خلاص الاستاد بيتعمل اهو. يعني خلاص دي برضو حاجه مهمه عمرو. لا ده الاستاد اتعمل اهو. هو اصلا الاستاد بورسعيد كان المفروض يتهد من زمان اصلا اللي انت ما تعرفوش. ممكن جمهور بورسعيد ما يعرفوش لانه ما كانش متناسق مع المطالب الدوليه. بس لعبنا عليه كاس حاجات بسيطه. لا حاجات بسيطه. بس بعد كده بعد كاس العالم ده ما عادش حاجه بتيجي لان انت كانت الشمس تبقى في وش. انا كنت وانا بلعب هتلاقي الشمس في وش. فعشان كده هو اتظبط. بقى كده عشان هي دي المقاييس الدوليه. خلاص هو بقى كده دولي خلاص اللي هو عادي يتلعب في ماتشات دوليه. منتخب يجي دلوقتي كان زمان كابتن محسن صالح بيجيب المنتخب وبيجي يلعب هنا ماتشات بس ما كانش ماتشات اللي هي الرسميه. لا كده نقطتين عشان بس يا جماعه. يعني كابتن عمرو الصفتي قال لك الفريق محتاج حوالي 7 أو 8 لعيبه جامدين يشيل الفريق. تاني حاجه عوده الفريق اللي هو يلعب على ملعبه في نقط. هيجي خلاص الاستاد خلاص ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله. طب في نقط تانية ولا هو يعني دول اهم نقطتين من وجهه ده هم دول خلاص. بالظبط. طيب اخدك بقى لنقطه مهمه
بس عشان انا برضه قبل المصري برضه عنده ميزه اللي هو بيلعب في ملعب واحد، وقاعد تكون تقول لي هي عيب، لا دي ميزه. اي حد يقول لي عيب ده ما لعبش كوره. اي حد يقول المصري اللي هو في عيب، لا لا لا، المصري في ميزه. وهتشوف لما المصري يرجع على ملعبه ويطلع للفرقه في ملعبها، ماتشات هتبقى اصعب من اللي هو بيلعبها الوقت. اكيد طبعا، ما هو انت لما بس هو في ميزه. خلي بالك هي مشقه على الجمهور، بس اللعيبه نفسها في ميزه. انما هي برضو يعني زي ما احنا قلنا عمرو اللي هو المسانده الجماهيريه. ما انا بقول لك هي مشقه على الجمهور بس. انت لعبت النهارده لما كنت بلعب في استاد بورسعيد عامه، انا كاني بص ورايا كان بيجي ياخد بونت من هنا. اقسم بالله كان انا ورايا كان جمهور جبل. هو الحكم كان يقدر يغلط وهو في بورسعيد؟ لا طبعا. والله غلط بتاعي كان. لا ده الدنيا كانت بتقول لا 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 كده حبايبي الحاج سامي الله يرحمه ضرب لاعب حكم بالقلم. مش هقول اسم الحكم بقى. ده كان بين الشوطين. كان شوط اتلعب الصبح وشوط اتلعب بالليل. والحكم خلي بالك لغى الماتش. والله كان ماتش انبي صح؟ لا ده ماتش الزمالك في كاس مصر، كان اول ماتش المرتضى منصور راس نادي الزمالك. تخيل لغى الماتش لغى الماتش بين الشوطين. مدير الامن ساعتها دخل قال له ما ينفعش الجمهور اللي بره ده يقلب الدنيا لازم تكمل الماتش. وفعلا كمل الماتش واتحسب. الحاج سامي كان جامد يا جماعه. يا جماعه اي حد يقول كلمه على الحاج سامي ده جامد، ده جاحد. اقول لك على حاجه مش مع الزمالك، مع الاهلي بقى. اقول لك بقى حاجه جامده مع الاهلي كمان، مع الحاج سامي متولي. كنا اتغلبنا من البلديه هناك في البلديه مع كابتن فاروق جعفر. الجمهور عمل شغب ساعتها. جمهور مصر الحكم حسب علينا ضرب من بره، حسبها جوه. هو تخيل على المصري. كنا كاسبين 1-0 البلديه في ملعب البلديه الصغير ده. فجمهور المصري عمل شغب واحنا بره ملعبنا. راح الاتحاد الكوره عمل ايه بقى؟ قال لك الماتش الجاي بره ملعبك وبدون جمهور. طلع مين بقى الماتش اللي جاي؟ الاهلي. الحاج سيد متولي اجل الماتش. اقسم بالله ده حصل فعلا. اجل الماتش خلاص، ما يتلعبش في ميعاده. ولعبنا الماتش اللي بعديه، لعبنا الماتش لغايه لما الماتش اتلعب في استاد بورسعيد بالجمهور. يعني عشان الماتش الجاي الاهلي قال لك لا انا اقسم لا هو عشان جامد يا جماعه، جامد. كان الحاج سامي جامد طبعا. والله. اقول لك حاجه، الاهلي كان محتاج الماتش جدا عشان الزمالك كان الاول. ولازم يكسب الماتش علشان ايه؟ ينافس مع الزمالك. احنا ضيعنا عليه وتعادلنا 0-0 هنا في بورسعيد وضاع الدوري، وراح اتغلب من الزمالك 2-1. لو هو اول جول لابو تريكه ده لو تفتكر. أيوة. اول جول لابو تريكه في الزمالك. لا ودي شخصيه جامد يا جماعه، كان جامد جامد. ربنا يرحمه طبعا. ربنا يرحمه. ومن عشاق البورسعيد المصري. واطول فتره عاش رئيس نادي. لا هو كان جامد بصراحه، كان جامد، بيدفع فلوس وكل حاجه، وكان جامد كمان. يعني يعرف ياخد يعني مثلا الحاج سامي متولي لو كان موجود مثلا في السنه اللي مصر ما لعبش فيها. رغم ان انا كنت معترض جدا ان ازاي مصر وانا مالي انا. مصر كلها فوضى. انت بتعاقبت ان انا ليه اللي انا ما بلعبش؟ مصر في الفتره دي كان كلها فوضى. كانت هتحصل في المحل قبليها. ايوه. وجت بعديها حصلت في بورسعيد فوضى عارمه. يعني انا وانا بتفرج كنت في الجونه ساعتها وهو بتفرج على الماتش وعمال اقول يا جماعه في حاجه غريبه، الناس دي اللي حوالين الملعب دي عمرها ما كانت بتبقى بالكتره دي. طبعا احداث احنا ما عندناش اللي هي تعدي تيجي تاني والحمد لله. الحمد لله. فهو ما كانش هيرضى اللي هو المصري ما يلعبش. بس هو ساعتها كانت كارثه عمرو. ماشي بس ساعتها لا، انا ماليش دعوه كمصري. انا مصري بتعاقبني ليه؟ انا ما عملت. طب انا اقول لك على حاجه. انت قصدك ساعتها كانت ثورات موجوده. انا اقول لك على حاجه. طب المصري خلاص عايز مثلا. طب لما ماتوا 20 واحد في الدفاع الجوي ليه ما عاقبتش اي حد من الانديه؟ اي حد، ما هو في ناس ماتت برضه 20 واحد. تمام. احنا بقى عايزين بقى ننتقل لموضوع منتخب مصر. كان بيقال الفتره اللي فاتت لا ما ينفعش الكابتن حسام حسن يكمل مع المنتخب في كاس العالم. احنا عايزين مدرب اجنبي. انت مع الموضوع ده ولا شايف ان الكابتن حسام حسن هو انسب مدرب اللي هو يقود منتخب مصر كاس العالم؟ هو المدرب الاجنبي عمل لك ايه؟ قول لي كده مدرب اجنبي جه عمل لك حاجه. طب هو لما واحد مصري يبقى هو وصل مصر. انا معاك التصفيات سهله. اقول لك حاجه اللي انت تعرفه، مدرب من الممتاز به يصعد مصر كاس عالم في المجموعه اللي احنا كنا فيها. معقول؟ والله. يعني سيبك من دي. يعني لا التصفيات سهله. انا مش بتكلم على كده. بس الراجل ماشي كويس. الراجل كسب الفرقه اللي اسمها ايه اللي صعدت كاس عالم مكان الكاميرون، اسمها ايه؟ جزر القمر. لا مش جزر القمر. في جزر القمر صعدت كانت في مجموعه. لا مش جزر القمر. اسمها ايه؟ كاب فيردي اللي هي صعدت مكان الكاميرون. دي صعدت كاس عالم كاب فيردي. ايوه بتهمها زي جزر القمر. الكابتن حسام حسن كسبها وتعادل معاها هناك بالفرقه احتياطيه ولا محليين كان بيلعب بيهم. يعني الراجل ماشي كويس. ايوه. انا معاك اللي تصفيات كاس عالم بقت سهله،
ماشي وكل لا حاجه. بس فعلا في فرق تانية فعلا زي اه يعني جزر القمر وغيره في فرقه بقى بدات تطلع الوقت، انا معاك، بس احنا مجموعتنا كانت سهله يا جماعه. بالظبط. عارف ليه كمان ايه اللي سهل اكتر؟ ان بوركينا ما كانتش اصلا بتلعب في ملعبها كمان، يعني بوركينا اصعب فرقه انت بتلعبها في التصفيات ما لعبتش الا ماتشك بس على ملعبها. بالظبط. انت فاهمني؟ يعني بوركينا ما لعبتش في التصفيات اصلا غير ماتش واحد على ملعبها. يعني انت شايف زي ما هم بيقولوا او في اصوات بتقول ان الكابتن حسام حسن ما يكملش ولا لا لسه ما خدش فرصته. فرصته اللي جايه كاس الامم. كاس الامم الافريقيه انت قيم بعد كاس الامم بالظبط بامانه. يعني انت الكابتن حسام حسن لو وصل بالمجموعه اللعيبه اللي معاه لقبل النهائي ده عمل انجاز. والله لا وبعدين انا برضه يعني كل الانجازات كانت من مدربين وطنيين، يعني سواء كابتن جوهر الله يرحمه كابتن حسن شحاته. لا هو كابتن حسام حسن لغايه دلوقتي ماشي كويس. ماشي كويس ماشي كويس. انت وصلت زيه زيه اتقن اجنبي كنت هتجيبه بالظبط. هو ماشي كويس. احنا دايما عندنا عقده الخواجه اللي انت عايزين مدرب اجنبي. هي ممكن بس حاجات طبعا مشاكل ما بين مجلس اداره الاتحاد مع الكابتن حسام حسن، قديمه بقى جديده، هم بقى مع بعض بالظبط. كابتن عمرو الصفت طبعا انا كنت مبسوط جدا ان انت معايا النهارده، حلقه من العيار الثقيل بصراحه. يعني انا بشكرك جدا على تشريفك ليا لان انت فضيت نفسك وجيت لي دلوقتي، طبعا دي كبيره عندي وانا طبعا بشكرك شكرا جزيلا، وانت نجم من نجوم النادي المصري وابن من ابناء النادي المصري حبيبي. وما ينفعش ان انا ما كنتش اجيبك معايا لان انت فعلا حد بتحب النادي بجد يعني. والله انا اول ما سمعت مثلا انت جيت لك، وعشان كمان هنتكلم عن بورسعيد والنادي المصري. النادي المصري بص فضلوا عليا من ضفر الرجل لغايه شعر والله بجد. يعني النادي المصري ده بالنسبه لي هو يعني بعد ربنا كان هيبقى النادي المصري والله بجد. طبعا واحنا طبعا وكمان انا بورسعيدي كمان طبعا الدنيا حلوه. احنا الجنسيه مصري على بورسعيد هي المصري والمصري هو بورسعيد. يعني بالنسبه لي كان استاد بورسعيد ما يفرقش عندي استاد بورسعيد من استاد النادي المصري، الاثنين بالنسبه لي واحد. لا اهم حاجه انت النادي المصري في ده عمرو طبعا. وانا كنت مبسوط جدا ان انا معاك النهارده والله. حبيبي احمد حبيبي وحلقه مميزه وانا دايما بفتخر بيك والله. حبيبي احمد حبيبي ربنا يخليك يا عمرو. شكرا جزيلا يا عمرو والله. حبيبي احمد. شكرا. ماشي شكرا.